يا أهلا بيكم في قناة مطبخ جيجي ورانيا، وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة واقتصادية قوي، مش مكلفة خالص. اللي عايزة تصبغ شعرها بلون تاني أو عايزة تغير روتين لون شعرها يبقى الفيديو ده بتاعها. وكمان اللي بتعاني من الشعر الأبيض وعايزة تلون شعرها بلون تاني خالص يبقى الفيديو برضو ده ليها. صبغة الشعر باللون البني الفاتح وصفة طبيعية جدا، ومش هتخليكي تستخدمي الصبغات الصناعية اللي بتضر وتوقع الشعر، ومكوناتها في مطبخك. يلا بينا نبتدي. احنا معانا طبق غويط هننزل بيه بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض، وحد يسألني ليه الخل الأبيض؟ عشان بيثبت اللون. هننزل بيه تاني معانا معلقة كبيرة من الجليسرين الطبي، ده بيتباع في الصيدليات. ومعانا كمان معلقتين حنة. كل الخليط ده هننزل بيه في الطبق وهنقلبه كويس. معايا كمان ليمونة، هاخد منها نصها العصير بتاعها عشان برضو ده بيثبت اللون، وهقلبهم مع بعض. هنزل بمعلقة كبيرة من القرنفل المطحون، ده بجيبه من عند العطار، هتلاقوا ريحته حلوة قوي وجميلة بجد رائعة. ايه تاني؟ معايا معلقتين كبار من كركم الشعر، برضه هتشتروه من عند العطار. المكونات دي كلها رخيصة وطبيعية، مش هتأذي شعرك ابدا ولا هتخليه يقع، بالعكس هتديله لمعة وهتغذيه وهيبقى شكله ومظهره حلو قوي. هنقلب الخليط كويس قوي مع بعضه عشان يمتزج، وهننزل بربع كوباية مية دافية على الخليط، وهقلبه برضو كويس قوي لغاية ما يمتزج مع بعضه. هنستخدمه ازاي؟ اول حاجة الخليط ده هسيبه لمدة ساعة يختمر مع بعضه كده، وبعدين زي ما قلت لكم قبل كده الخل والليمون اللي هيثبتوا لنا اللون في الشعر. عشان بس حد يقول لي ليه حطيتي الخل والليمون؟ ده علشان يثبتوا اللون. معايا فرشة الشعر العادية وفرشة السنان. انا بحب فرشة الاسنان جدا اللي انا استخدمها عشان بتحكم حلوة قوي. اللي يعجبه طبعا يستخدم اللي يفضله، بس انا بفضل فرشة الاسنان عشان اتحكم في الصبغة معايا، بس انا بصبغ لون اسود يعني. بعد ما بتخمر بعد ساعة هلون شعري بيها، هسيبه على الشعر شوية حلوين كده. هعمل الموضوع ده قد ايه؟ مرتين في الاسبوع، والنتيجة هتبهرك قوي. طيب لو انت عايزة تعمليها مرة واحدة بس في الاسبوع ومكسلة تعملي تاني، طبعا اعملي مرة واحدة في الاسبوع على شعرك، مفيش اي مشكلة، بس هتسيبي الخليط على شعرك مدة اطول وبرضو هتشوفي نتيجة مذهلة. دي كانت وصفتنا النهاردة. بصوا انا كنت هصبغ شعر عروستي الجميلة ديت، بس بصراحة مرضتش اغير لها لون شعرها عشان هو عجبني قوي، فانا بصراحة مرضتش اغيره. دي كانت وصفتنا النهاردة. يا ريت لو وصلتوا معانا لغاية دلوقتي في الفيديو فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا الكل، وما تنسوناش في الشير واللايك عشان تشجعونا وهيوصل لكم كل جديد. اشوفكم على كل خير وسلام.